حياك الله يا أستاذ علي، وحيا الله مشاهديك الكرام، وشكرا على هذه الدعوة، وشكرا للأخوة المصورين، ويا ربي إن شاء الله من نجاح إلى نجاح آخر. حياك الله شاعرنا، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. كلك ذوق. بالبداية نرحب بك أجمل ترحيب. يعني المحتوى هو كان على السيرة الذاتية، أي لقاء يكون على السيرة الذاتية، لكن احنا اليوم برنامجنا راح يكون نختلف عن الآخرين. من هو الشاعر الأول؟ أكو يعني بالساحة الشعرية قاعد نشوف نسمع ناس تدعي أو شعراء يدعون بأنهم الشاعر الأول. أنت قريب على الساحة الشعرية، شنو الشاعر الأول؟ شوف أبو حسين، نعم. طبعا هي ماكو هيك مقارنة شاعر أول وشاعر ثاني وشاعر ثالث. نعم. هو بكل مجالات الشعر أو الرياضة أو الإعلام. نعم. اكو تفاوت، صح، نتفق. نعم. انا وياك. نعم. اكو قوي أكيد. واكو ضعيف واكو وسط. أكيد. لكنه الشعر يختلف. نعم. الشعر مرات يطلع عندك شاعر يبدع له بقصيدة. نعم. يبدع له بقصيدة فما تقدر، ويجوز يهبط له بقصيدة ثانية. أكيد. فما تقدر تحكم عليه وشاعر أو حد. أما بالنسبة لهاي تصريحات بعض الأخوة الشعراء، طبعا يصرح أنا الشاعر الأوحد، وأنا اللي ما بعد فوق مني، وأنا المتنبي. لا، هذا غلط. إحنا ما يصير نلغي دور الآخرين ونلغي شعرائنا الكبار. احنا من اجينا يمكن انا اجيت بال 2013 لقيت قدامي شعراء بمنتدى شعراء الدوايه، مثل استاذ قطران، كريم الحيدري، حسين غازي، اخوتي كلهم. يعني اتحفظ على بعض الاسماء، يعني انهم كثيرين ومبدعين كلهم. فما اقدر اني اقول الشاعر الاوحد. اولا اكو جمهور يحكم عليك، ثانيا اكو منصه، ابداعاتك، تواصلك، يعني مشكله. بس لكن انا حتى اسمعها هاي التصريحات وكثيرا ما اسمعها، انا الشاعر الاوحد وانا كذا، هذا غلط. زين وين استاذ ماجد؟ يعني تعتبر هل هذا نوع من الغرور والتكبر والاستعلاء على الشعراء الاخرين؟ يعني بيا خانه تخلي هذا؟ لا، هذا سوء تعبير. انا اعتبره سوء تعبير، يعني او غرور. على شنو؟ غرور؟ ماكو غرور يعني بالشعر. انت شاعر اليوم، عندك جمهور يحكم، عندك قصائدك، عندك ابداعاتك، عندك وقفاتك، عندك اكو مسابقات يعني تقيمها الجمعيات مال الادباء الشعبيين. وتظهر نفسك بها، والجمهور هو اللي يقول لك. اما انا اروح اصرح وانا الشاعر الاوحد، لا، هاي مشكله. هاي استاذ، اكو سرقه شعريه، يعني انت خلال مسيرتك يعني ويا الشعراء وشاركت بمهرجانات، يعني شوف اكو سرقات شعريه، يعني اكو شعراء صعدوا واحنا شلون اقول بالتعبير الدارج بروس غيرهم وصلوا الى مراحل متقدمه من الشعر. طبعا هي السرقات بالشعر موجوده وبكثره الصراحه، وبكثره يعني. لكنه اكو شلون يسرق قصيدتك ويضيف لها صبغه اخرى. نعم. موجودة السرقات أكيد. لكن الصراحة ما لاحظتها يعني كمنتدى إحنا ومجموعة، ما لاحظتها بمنتدانا إلا القليل يعني. لكن هسه القصيدة مو مرات هو يسرق بيت الشعر. مرات شنو يسرق؟ مثلا موضوع القصيدة. مثلا أنا اليوم كتبت على موضوع، يعني هو ياخذ الموضوع نفسيته ويكتب عليه. هاي هم مشكلة، هاي هم سرقة يعتبر. صحيح. أي. والمشكلة الأخرى يعني أنت حتى اللي يسرقك، مثلا يسرقك بيت ابو ذيه، بيت دارمي، ماكو يعني حتى ذات كله مثلا انت سرقت يقول لك لا انا كاتبه قبله. نعم. وماكو جهه تحاسب. فهذا موضوع اذا نسولف به شائك ومتعب جدا. اي. زين شاعرنا نسمع يعني تقريبا اسال على هاي القضايا مال الشعر. اكو مجموعه من الشعراء يتخذون الجمهور كوسيله لارتقاء الى الافضل. يعني شلون مثلا او يعني متفق له مجموعه تقعد يعني قبل ما يقول حرف واحد يصيحون الله. هاي شنو يعني؟ انت بعد هذا يسمونه يعني الطرائف اللي عندنا شاعر يسميه جمهور اللفات. يعني شلون جمهور اللفات؟ شنو هذا الجمهور؟ جمهور اللفات يعني مجموعته اصدقائه ياخذهم يوكلهم لفات كذا. من اصير بمهرجان صفقوا لي. يعني هاي موجوده عندنا بالساحه الشعريه؟ طبعا موجوده. ففعلا هم يقعدون بالمهرجان. مرات المشكله ما حاكي هو بعده، تو واقف على المنصه وقال له الله 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 ابويا خلينا نفتهم.
خلي نسمع ايش قال. لا موجود، انت كانك ما تعرف بامور الشعر. لا عندي ومعايشها. ايوه معايشها. فهاي الامور اللي ذكرتها كلها موجوده. لا استاذ ماجد، يعني الاعلام والشعر تقريبا يصبون بمصب واحد فعلا بنفس المصب. نتحول الى سؤال ثاني، السيره الذاتيه. السيرة الذاتية شاعر ماجد الفهداوي من قضاء الدوايا. انتميت للشعر تقريبا بال 2012 الى منتدى شعراء الدوايا. الصراحة تعلمت منهم الكثير وعشت وياهم فترة طويلة وما زلت وياهم. نعم. التحصيل الدراسي جاي ادرس خارجي. يعني هي هاي السيرة الذاتية. بعد اذا عندك اسئلة اسألني عادي، ما احراجات. لا ما فيها احراج. تقريبا المهرجانات شاركت بها على مستوى المحلي او محافظ ذي قرى وعلى مستوى جنوب العراق وغيره، وما هو ابرز مهرجان شاركت به؟ والله هي كثيرة المهرجانات يعني على مستوى الناصرية. الديوانية ايضا هم شاركت بها تقريبا ما يقارب 4 مهرجانات. نعم. اللي المهرجان اللي بقى بذاكرتي الصراحة او هي مسابقة شبه مهرجان يعني، هو فارس المنصة اللي قامتها قناة الفرات. لأشرف علي الشاعر أبو حسنين الربيعي. نعم. أخذت به الثاني على محافظة ذي قار. نعم. والحمد لله والشكر الله وفقنا بذاك المهرجان. كان مهرجان الصراحة راقي ومحترم وتعلمت منه واستفادت منه الكثير. هؤلاء المفسدين. فأجبتها انتخبنا الطيب اللي يشتاق للتربة، وقلنا شقد نزيه وعاش بالغربة. خطية عيونه حمرة ويلطم بعاشور، ونطيبط الماي ويرجع يصبه. ما يشرب الماي ذكره بالعباس، بس النفط كلش يقدر يشربه. دليل الشعب شنه على السياسي بوق، وذا يكنس لك المصطاح والصبة. وذا عده عمارة و10 جكسارات، يمكن طلع ورث الوادم الطلبة. شريف وما يحب يجتمع بالحلوات، ومن أجل المواطن زلغ ركبه. المجرب لا يجرب. ليش متوازين؟ اللي يبوق بوزارة بغيرها نجربه. حتى يصير خبرة ويلحس الماعون ويترس جيوبه وتمتن الرقبة. من أجل الفقير الدولة ما تدرون، ولو هو الفقير الما ذكر ربه. يا أخي ودولك عدس، عاد اشكر المسؤول. النص كيلو يعبرك سنة من الضبة، وكاف تلمح. التلميح ما بي خير، الأصلح قل لي بي، والفاشل انشطبه. قريت أسمائهم حكمة ونصر قانون، بس بوجوههم مليون ألف نقبة. ولا تغرق قصصهم بها 3 ركعات. وحقك هاي بصمة عار ومو تربة. انتخبنا السيد اللي يشتاق للتربة، وقلنا شقد نزيه وعاش بالغربة. استاذ ماجد، خلال القتال المقدس ضد الدواعش واللي استمر فترة، خلال يعني قصائدك الشعرية شنو اللي كتبتها بهالخصوص؟ والله استاذ علي انت قريب علينا وقريب على مهرجاناتنا. يعني احنا دعمنا الحشد بالفتره، كل مهرجاناتنا كانت دعم للحشد الشعبي اكيد، والصراحه يستاهلون. اللي يضحي بعمره. وانا اعرف جماعه يعني من منطقتنا والله داوم فتره طويله ما يقارب سنه بلا راتب. هو حالته الماديه محدوده، فش تقدم له يعني قليل بحقه اكيد. فكتبنا الكثير من القصائد عليهم وهم يستاهلون. ولو هو هسه الحشد صار مكروه صراحه يعني عند بعض الناس. بس هو صاحب فضل على العراقيين جميعا. فكتبت للحشد قلت تعاقب غيظهن والحاره تعور. تعاقب غيظهن والحاره تعور. العد ولد الحشد مهيوبه والشور. شف الكابها بريحه العباس، ما يبرد زمرها وحار ويفور. قراها الفاتحة لأم البنين وقام على الروس الكبار الخات ليدور. عابس شافهم مكتفى بذاك اليوم، ما شقق ثيابه وواقف يصور. وركضوا والركض قدامهم عافوه. وعبروا والمفخخ بالهوى يثور. وتلاقوا والملاقى يريد شدة حيل، والسفرة الطويلة تريد المشور. وطشوا مثل هيل وترسوا القيعان. الهيل يفوح كل ما دلته تفور. اش ما يضخن الهندس ما يخوف الذيب. يلحق صيدته ولون يشن يعور. زلم لازم ظهرها حسين والعباس.
وانت منين لك كل وقتك تزور، اش ما يتطور سلاحك يريد رجال، وانا عندي زلم مو تفق متطور، اذا ركوا فشق هالقمر كان يغيب، المذنب اخذ دوره وبالسما منور، صاحوا يا علي وكزبر وجه القاع، قلت لك من بديت العدهم الشور، تعاقب غيظهن والحارة تعور، العد ولد الحشد مهيوبة والشور. عن الأمور السياسية وعن الحشد وعن مواضيع مختلفة. راح نتحول إلى موضوع الغزل، وأكو متذوقين للغزل، فشين اللي كتب تنورنا؟ أكيد هو مثل الغزل، الشعر طبعا ملك القصيدة. نعم. أي موضوع يجي ببالك كتبه، بالوطن، نعم، وجداني، غزل. فأيضا كل شاعر يكتب غزل ويكتب كل الأمور، لأنه نعم. كل حالة يشاهدها يكتب عليها. نعم. وأحيانا الشاعر مو بس يترجم مشاعره. نعم. يعني هسه مثلا المتلقي يشوف ماجد، نعم، يقرأ قصيدة غزل، يعني مو شرط عن مشاعره، لا أكيد، يجوز مشاعر غيره، يعني مشاعر صديقه، يعني يترجم مشاعره ومشاعر غيره خلال القصيدة الشعرية. نعم. طبعا احنا الجنوب وبيئتنا حتى غزلنا يختلف. اي فانا قلت قالوا لي حبها وقلت لا ما تنحب، قالوا لي حبها وقلت لا ما تنحب، انا بن وادم بالعشق ما تلعب، صياد وتطوفا حصت البطران، وشبكت مع الصيدة لتعوض تنذب، يعرض اللي وجاها للما مطلوبات، العين على ريم ولا تهم الارنب، واحنا بسلفنا اللي يعشقوا ما يطوا يومين والثالث يشيلوا وينهب، احنا بعربنا اللي يعشقوا ما يطوا يومين والثالث يشيلوا وينهب، الخير اللي يجيك براحة لا تفرح بيه، يعرف طعمها الخبزة بس اللي يتعب، واحذر ترى البيبان مو نفس الراي، وباب السجن مو مثل باب المكتب، والقلب لو تنور كنت اخبز بيه، من كثر ما بي نار حمرة وتلهب، ومن كثر ما ضكني الوقت صرت انسان، اعرف الخابط والمصفينا بشب، ومو بول المركاض نختار الخيل، الماساح قد روب المغالب تتعب، قالوا لحبها وقلت لا ما تنحب، انا بن وادم بالعشق ما تلعب. أتوجه بالشكر الجزيل إلى الشاعر المبدع المتميز ماجد الفهداوي، حياك الله شاعرنا وكل الهلا بك. حبيب قلبي وشكرا لك، وتعبتك اليوم وياك، تعبت الأخوة المصورين، وإن شاء الله يا ربي من نجاح إلى نجاح آخر، وشكرا لك وشكرا للي شاهدنا ويشوفنا. أحسنت حبيب قلبي، مشكور أستاذنا العزيز.